السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه ورمضان كريم. جيت نشارك معكم اخوتي السلو ديالي في طريقتي في السلو. صراحه جا السلو جا زوين ومعلك. نتمنى طريقتي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم خفيف ظريف على قلوبكم ويلقاكم باحسن حال ان شاء الله يا ربي. وشكرا للمتتبعين ديالي الجداد والمتتبعين ديالي القدام، تحياتي لكم ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبالرزق وبالتيسير ان شاء الله يا ربي. دابا دوزو نعطيكم المقادير. مرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا اخوتي المقادير عندي مصايبه، يعني اللي محمر محمر واللي مطحون مطحون. مرحبا والف مرحبا، نعطيكم كلشي اللي ديطاي ديالو. عندي كيلو ديال اللوز اللي محمر بالقشره ديالو في الفران وطحنته، غير هرمشته، ما طحنتوش مزيان، غير هرمشته. المهم خليته بالقشره ديالو. وعندي كيلو ديال اللوز اللي فسخته وحمرته باش غادي نزين به. وبالنسبه لهذا اللي في القصريه عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو، وكيلو ديال الإلان، وكيلو ديال الجنجلان. ديتهم عند العطار وطحنهم لي، جاو معلكين اخوتي باش ما كيحتاجوش نعملوا الزيت ابدا في السفوف، كيعطيونا واحد التعليكه وواحد البنه لا توصف. عندي كيلو ديال الجنجلان اللي محمص، يعني ما مهرمش ما والو. عندي نص ربعه ديال النافع ونص ربعه ديال حبه حلاوه، وعندي 3 المعالق ديال القرفه. عندي رشه ديال الملح. عندي جوج كوزات اللي طحناهم مع سكر كلاصي، طحنتهم مزيان. وعندي المسكه الحره حتى هي طحناها مع سكر كلاصي. دابا كما كتشوفوا عندي نص كيلو ديال السكر، ولكن الحلاوه كل واحد كيتحكم في الحلاوه اللي بغا. انا ما درتش الحلاوه كثيره، يعني درتو ناقص سكر، صراحه جاني هو هذاك. دابا كما كتشوفوا غنضيفوا النواشف على هاد التعليكه اللي قلت لكم. دابا ضفنا الكوزه اللي مطحونه عندي مع سكر كلاصي. ضروري ما نغربلوها البنات باش اذا بقات شي حاجه ما مطحوناش مزيان كنحيدوها. مهم غير كنتاكدوا صافي، اما انا راه طحناهم مزيان. دابا ان شاء الله غنضيفوا المسكه الحره. شتي ملي كنلقاو شي حاجه مثلا هكا كان ضروري كنحيدوها. دابا غنضيفوا المسكه الحره حتى هي غادي نغربلوها مزيان. هادشي كامل صايبته بالنهار قبل باش جاني باش ما تعدلش في السلوده غير وجدته. دابا غنضيف ان شاء الله يا ربي، غنضيف النافع وغنضيف حبه حلاوه وغنضيف القرفه. كلشي غندوزو في هاد غادي نغربلو اي حاجه غادي نغربلها، واخا انا متاكده بانني يعني ما طحناهم مزيان، وانما ضروري غنحيدو الشك، وغادي الا بقات شي حاجه غنحيدوها، ما كاين مشكل. دابا غنضيفو النافع. بيني وبينكم انا راه ما كنفرقش ما بين النافع وحبه حلاوه، راه ما يعني كيتخالفوا لي في الاسماء. دابا ما عرفت واش هذاك حبه حلاوه ولا النافع. دابا غنضيف هذا عاوتاني، وغنضيف 3 ديال المعالق ديال القرفه. 3 ديال المعالق ديال القرفه. ايوا نتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم وجدتوا شي سلو ولا مازال. نتمنى هذا رمضان يدخل عليكم بالصحيحه وبالهنا، وباش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي بالصحيحه وليكم ولعائلتكم والاصدقاء ديالكم، واللي ناوي شي حاجه في خاطر الله يعطيها ليه والله يفرحوا يا سيدي يا ربي. كما كتشوفوا دابا غنضيف القرفه، وغادي نسالم هاد النواشف كامله. كما كتشوفوا اخوتي هنا ما غاديش يتخلط ليا حيتاش القوام عندي كتير،
ما غاديش يتخلط ليا، غادي نضيفو في واحد البانيو يعني اللي كان دائما سبحان الله كنخلط فيه سلو، غادي نضيفو تما. وهانتوما معايا وعنشارك معاكم المقادير والطريقه، واخا ما نبينش معاكم كل شيء وانما غنوريكم السلو كيفاش جا، وغنوريكم طريقتي في تحضير السلو. كنتمنى طريقتي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. دابا بالنسبه للمقادير انا غنخويها في هذا البانيو باش نقدر اخوتي كيفاش ندير ندلكو، كيفاش نقدر نتحكم فيه. في القصريه ما نقدرش نتحكم فيه وما غاديش يتدلك لي، اللهم نديرو في شي حاجه يعني بانيو كبير باش ناخذ راحتي في الدليك وناخذ راحتي في التخلاط. راه ما كاينش اللي ما كيدلكوش في البانيو، ما كاينش اللي ما كيدلكش السلو في البانيو. يعني في البانيو هي فاش كنتحكموا فيه، هي فاش كناخذوا راحتنا في الدليك وراحتنا في اي حاجه. بالنسبه للدقيق انا عندي 3 ديال الكيلو محمر ومغربل. دابا غادي نضيفو باش نبقى ندلك دابا معكم سلو. هانتوما معايا بقاو معايا وما تنساونيش من التعاليق وما تنساونيش من اللايكات. واللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل يشترك في القناه، مرحبا والف مرحبا. بطبيعه الحال اذا عجبتكم قناتي، وكنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي دائما مسانديني ودائما كيكتبوا لي تعاليق. غنضيفوا رشه الملح، ضروري ما نديروا رشه الملح. ودابا غادي نبداو ندلكو السلو ديالنا. حتى نضيفو الجنجلان، نضيفو النواشف كاملين. وهانتوما معايا خوتي ما تمشيو فين. وتحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات ديالي داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبه خوتي انا الزيت راه خدات ليا غير 2 كيسان هكا تقريبا ديال العنبه، ونص كيلو ديال الزبده سبيسيال، الزبده المزيانه كيعطيها واحد البنه خطيره. الزبده كتعطي سلو، كتجي واحد البنه زوينه بزاف بزاف. وانا كنفضل ما كنعملوش العسل حيتاش العسل كتغمل السلو، اما هكا بالزبده راه كيجي زوين بزاف بزاف. بالنسبه للسكر اي واحد يتحكم في القياس اللي غادي يعمل، حيتاش الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، وكل واحد واش كيبغي سلو حلو ولا كيبغيه ناقص. انا كيعجبني ناقص، ما كيعجبنيش حلو. ما غاديش نكثر الحلاوه، نعمل ديك الحلاوه اللي كتعجبني يعني معتادله، ما غاديش نكثر الحلاوه. والمهم اخوتي انا بديت كندلك دابا في السلو ديالي. وهانتوما معايا دابا غنبقى ندلكو مزيان، وان شاء الله ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. يعني كندلكو مزيان حتى كيرجع معلك. دابا غنضيف داك اللوز اللي قلت لكم طحناه بالقشره ديالو. جا اخوتي ما غنشكركمش السلو جا زوين بزاف بزاف وجا لذيذ لواحد الدرجه ما كرهتكمش كلكم من ذوقكم. وصراحه انا اللي كيدوق السلو ديالي كيعجبو السلو ديالي، وحتى نتوما الا ذقتوه راه غادي يعجبكم. المهم نتوما معايا حتى نبين لكم السلو كيفاش جا والتعليكه ديالو. ورمضان كريم اخوتي. ها السلو ديالنا جا صراحه زوين بزاف وجا معلك وجا لذيذ وجا رائع اخوتي. كنتمنى اخوتي يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر ان شاء الله يا ربي، وبالرزق وبالتيسير. وشكرا للمتتبعين ومتتبعات الغزالات ديالي اللي يخطيكم عليا، وتحياتي لكم. وها السلو ديالي جا زوين بزاف بزاف بزاف. شوفوا التعليكه وشوفوا كيفاش جا مقوم على حقه وطريقه. هانتوما اخوتي كنبين معكم كلشي جا زوين بزاف وجا رائع اخوتي. ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحيحه وبالعافيه وبطول العمر وباش ما كتمناو. وكان ما تنسونيش اخوتي من التعاليق ديالكم ومن اللايكات. وتحياتي لكم وتحياتي لجميع المتتبعات ديالي اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. وبسلامه عليكم وتهلاو لي فراسكم.